هنا اكو نقطة لابد من الاشارة اليها. احنا نعرف الان البشر الوانه متنوعة. البشر واحد تلقى مثلا عنده شمرة داكنة، واحد عنده مثلا بياض فاقع، واحد عنده لا بياض معتدل، وطبيعي هذا يبعث على الاعتقاد بان مصدره مو واحد، لان لو كان مصدره واحد قانون الوراثة يطلع بشكل واحد. يعني اذا كان طالع من اب اشمر معناه كل الناس، اذا كان قانون وراثة اذا كان ادم هو الاب الوحيد. هاي النقطة اللي يريد الفت نظرك لها. ادم بالواقع مو الاب الوحيد بالنسبة الى البشر. يعني ادم هذا اللي تروي عنه كتبنا اللي بيننا وبينه الان قريبا 14,000 سنة، هذا مو هو الاب الوحيد، لا، هذا اب بالمنطقة، وإلا قد يكون هناك آدم قبله أو أكثر من آدم قبله، والروايات متضافرة في هذا المعنى. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: أو تظن أن الله لم يخلق إلا آدمكم وعالمكم؟ إن لله ألف ألف آدم وألف ألف عالم وأنتم في آخر تلك العوالم. زين؟ معنى ذلك هو هذا يتناسب ويا النظرية العلمية، لأن أنت لما ترجع إلى تاريخيا الآن إلى النظريات التاريخية اللي تقول بيننا وبينها 14,000 أو أكثر شوية أو أقل، والحال ده يكتشفون الآن بشر في جوف الأرض يرجع تاريخه إلى 2,000,000 سنة أو أكثر، بشر بهالهيئة. في 2,000,000 سنة شقد كثر أجيال مرت بهذه الكرة الأرضية. ولهذا أتخطر المحققين من العلماء ومنهم السيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان، يقول الكرة الأرضية مرت ب5 أدوار، وكل دور يحدد له فترة من الزمن طويلة. ولهذا هو من الذاهبين إلى نظرية أن الأنبياء مو 24,000 نبي، لا، أكثر من 500,000 نبي. وفعلا إذا توزعهم على هالأجيال على هالمدى الطويل، هذا إذا كان البشر منحصر بالكرة الأرضية، وإلا احتمال أكو أيضا الكواكب الأخرى قد يكون عليها نوع من أنواع الحياة. على كل حال هذا مو موضوعنا. الموضوع اللي يهمنا هنا أن آدم مو المصدر الوحيد للبشر، مصدر الوحيد للأبوة بالمنطقة، تمام. وبهذا تنحل مشكلة زواج أبناء آدم من نساء أخرى. لأنه الغريب المفسرين كثير من عندهم لما يمرون بالمشكلة يشوف نفسه ما يقدر يطلع من نطاق المشكلة إلا بأن يفترض أن آدم زوج بناته كل واحدة من أخوها، وهذا لا تقره شريعة أبدا، لأن هذا علته مضطردة: تحريم الزواج من المحارم إلى علة مضطردة مع البشر، لا يمكن أن تبيح شريعة من الشرائع أبدا. ومن أجله استشهد الأنبياء. يعني مثلا هيرودز هذا هو اللي طلب من يحيى ابن زكريا أن يسمح له بأن يتزوج بنت أخوه هيروديا، أراد أن يتزوجها، قال له: لا تحل لك. قال له: كيف لا تحل؟ قال له: لا تحل لك، يعني هي من المحارم. وبالفعل أمها أوحت إليه بأن يكثر من الشرب وأدخلتها عليه وهو في حالة السكر، وبالفعل طلبت منه مهرها أن يكون رأس يحيى ابن زكريا. القصد أن المسألة تضطرد مع البشرية، العلة مضطردة. السر في تحريم المحارم اكو سر مو من الاشياء المتغيرة، لا، مو عندنا الاحكام نوعين، او بالموضوعات ايضا نوعين اللي ترتب عليها الاحكام، اكو شيء متغير واكو ثابت، هذا من الثوابت. اعود للموضوع.